السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا أصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. التمرين النهاردة إن شاء الله رقم 52 في برنامج الإعداد العام الخاص بالناشئين. زي ما قلت لك قبل كده، البرنامج ده بيخدم فئة الناشئين من أول سن 11 سنة إلى سن 15 سنة. ولكن ضروري عشان تطبق البرنامج ده وتطلع منه بنتيجة كويسة مع السباحين اللي معاك، مهم قوي إن أنت تركز في نقاط مهمة وأنا بقولها لك في أول كل تمرينة. ده طبعا غير التركيز في الوحدة نفسها وفي الدريلات وفي المجموعات الخاصة جوه الوحدة. اما بالنسبه للنقط المهمه اللي بحب اتكلم فيها كل مره، فضروري قوي ان انت تكون عامل كشف دوري للسباحين اللي معاك ومطمن على حياتهم الصحيه، لان ده هيساعدك كتير في ان انت تقدر تحمل عليهم وتشتغل معاهم، لان البرنامج ده فيه سبرنتات كتيره وفيه مجاميع بتكون قويه جدا، فتجنبا ان يحصل عندك لا قدر الله اي مشكله. النقطة التانية والمهمة إن ضروري أوي إن السباحين اللي معاك تكون عامل لهم مفهمهم جميع الدريلات بتاعة السباحة، معرفهم جميع مهارات العومات، حتى المهارات المتقدمة زي الترنات والاستريمات، البريك اوت بتاع الأربع عومات، وأنا شارح الكلام ده في فيديوهات خاصة. برضو لازم يكون عندهم حصيلة دريلات كتيرة لكل عومة. ده هيساعدك انت كمدرب في ان انت تطور السباحين اللي معاك. النقطة التالتة والأخيرة، مهم أوي إن السباح قبل ما ينزل المية لازم يعمل إحماء دراي لاند ستريتشنج. ده بيساعده برضه في إن هو ياخد الوحدة التدريبية وهو جاهز ليها. التمرين عندنا بتكون عبارة عن مجاميع أساسية، والمجاميع الأساسية بداخلها مجاميع فرعية. فركز معايا بطل في كل جزء في التمرين علشان تستفيد منه وتقدر تخلي السباحين اللي معاك يستفيدوا. تمرين النهاردة إن شاء الله رقم 52 عندنا عبارة عن ورم أب والبري مين ومين سيت والريكفري والتوتال 1850. تمرينة قوية وتقيلة فركز فيها، ويلا بينا نبدأ بسم الله. الورم اب عندنا النهارده 400 متر، عبارة عن 100 سباحة، 100 دريل، 100 رجلين، 100 سباحة، كلها على الحرة. بنعمل 100 كامل، بعد كده دريل على الحرة، بعد كده رجلين على الحرة، بعد كده كامل، يعني عوم دريل رجلين عوم. خلي السباحين اللي معاك يفهموا كل مهارات السباحة ويركزوا في التمرينة بتاعتك. برضه هتلاقي التسخين ده شامل معاك مثلا ممكن 3 4 تمرينات على السباحين. لو عامل 400 متر غلط ولا حاجة، فانت ممكن تأهله ان هو يعومها بشكل افضل التمرينة اللي بعديها. زي ما قلت لك قبل كده، بطل التمرينة دي ممكن تكررها مرة واتنين بحد اقصى 3. ده هيساعد السباحين اللي معاك ان هم ان شاء الله مستواهم يتطور يعني. البريمين عندنا ان شاء الله عبارة عن 200 متر 8 في 25 سبرنت فري، من غير زعانف بقى. الشدة 95%. يعني السباح برضو عايم قوي بس مش بيطلع كل اللي عنده، بس بيبقى فاهم ان هو بيقوم سبرنت وعايز يسمع الرقم بتاعه. الريست بتاعه 25 ثانية، وده شيء مهم جدا. في الريست بتاعه انت بتقول للسباح يا بطل خلي بالك ان انت عايم كويس، ان انت عندك حاجة كويسة ركز عليها وما تغيرهاش. عندك حاجة في خطأ معين حاول ان انت برضو ما تكررهوش، زي مثلا ثبات الراس، حركة الدراعات، ايقاع الرجلين، طريقة النفس. السبرنتات في نقطة مهمة جدا، السبرنتات احنا بناخد النفس من اتجاه واحد. عندنا في المين سيت النهاردة عبارة عن كيلو 150 أربع مجموعات. المجموعة الأولى 5 في 100 دراعات بس، بول يعني بول بوي، اللي هي الأداة اللي بتتحط ما بين الرجلين. معنى إن احنا هنحطها ما بين رجلينا إن احنا هنعوم إن شاء الله. هنركز على الدراعات، هنركز في الشدات، هنركز في شكل الدراع بره المية. الشدة 85 يعني مش بتجري، فأنت مركز إن أنت تنفس كويس، إن أنت تشغل دراعاتك بشكل كويس. الريست بتاعك 30. ال5 في 100 دي جميلة قوي. يبقى عندك ترنات، عندك ستريم لاين، عندك بريك اوت، كل ده لازم يتعمل. مفيش مشكلة لو عملت كيك دولفين مع والبول بوي في ايدك، ممكن تعمل ضربة رجل خفيفة، بس بنعتمد اكتر على الشدات. ايروبيك بيس يعني السرعة الخاصة بالتنفس الطبيعي، لان احنا اتكلمنا قبل كده عن سبل انتاج الطاقة، واتكلمنا عن الايروبيك والان ايروبيك، وقلنا السباح ايه اللي يخليه يعوم مسافات طويلة وهو مرتاح. من اهم سبل انتاج الطاقة هو التنفس، ان انت بتنفس كويس بتوصل العضلة الاكسجين فبتطلع نتيجة افضل نتيجة للعضلة. التمرينة التانية او المجموعة التانية 4 في 75 اي ام كيك، يعني هنعمل 75 individual medley متنوع، يعني 75 دولفين، 75 باك، 75 بريست، 75 على سباحة الحرة. كل دي رجلين، 25 الأولى فاست، 25 التانية ايزي، و25 التالتة فاست. ركز فيها التمرينة دي جميلة. مجموعة قوية قوي هتخلي السباح يفهم امتى الضربة القوية، امتى الضربة المتوسطة، امتى الضربة الضعيفة.
خلي السباح يركز في الستريم لاين، هيخلي السباح يركز في البريك اوت، خلي السباح يركز في العومة بشكل عام. يبقى احنا عندنا أربع تكرارات على 75، كل 75 هي رجلين على سباحة المتنوع دولفين باك بريست حرة. في الفاست احنا بندوس والجلايد بتاعك بيكون عدى، اما في الايزي ممكن يوصل ل3 عدات، وفي الفاست نفس الكلام الريست بتاعك 30. وجه السباحين اللي معاك وقول لهم ان عايم كويس عايم وحش، في اخطاء عندنا طبعا. انا بحب ادي يعني ملحوظة كده في حاجات بسيطة، ان الوسط الدولفين الرجلين بتاعته بتكون الدوسة بتاعتها جوه المية مش بره المية. السباح اللي بيطلع مية من رجليه اثناء وسط الدولفين بدون ما يشغل دراعاته فده عايم غلط. بالنسبة للباك مهم أوي السايد كيك. بالنسبة للبريست الجلايد أهم شيء، إن السباح ما يعكسش الحركة، إن السباح يزق برجله ويثبت عدتين تلاتة. بالنسبة للحرة إيقاع الرجلين برضو إن هي تكون قريبة من بعض، وكعب الرجل بس هو اللي بيطلع. بعد كده عندنا سبرنتات تاني 3 في 50 سبرنت فري. لازم السباح يسمع الرقم بتاعه في ال50 سبرنت دي ويعرف إن هو عايم كويس ولا عايم وحش. عايم الرقم بتاعه بيتحسن، الرقم بتاعه ضعيف، ثابت على الرقم بتاعه. احنا بنبدأ نزود المجاميع دي لغاية لما توصل إن شاء الله تبقى 10 في 50 سبرنت. ركز معايا الفترة اللي جاية عشان إن شاء الله هتلاقي البرنامج بدأ يشد واحدة واحدة. المجموعة الرابعة عبارة عن 100 ايزي باك. سباعي يعوم باك بيتنفس كويس، عنده بادي رول، راسه ثابتة، مستوى النظر ثابت. عندنا حاجة اسمها سايد كيك، عندنا الروتيشن بتاع الدراعات لازم يكون مظبوط، الشدة يكون فيها حاجة اسمها بيلد ارم، يعني عكس الهاي إلبو بس جوه المية. كل ده بيأهل السباح ان هو مستواه يتطور، يبقى فاهم يعني ايه سباحة. بتقيس له برضه في المية وبتعرف التايم بتاعه عامل ازاي. بالنسبة للريكفري النهاردة يا شباب عندنا 100 تشويز. انا بفضل في الريكفري او في الكول داون ان السباح بيعمل باك بريست، بيتنفس كويس وبيركز في النفس بتاعه علشان النبض والنفس يرجع طبيعي، ما يطلعش من المية وهو دايخ او لا قدر الله عنده اي مشكلة. توتال النهاردة 1850. تمرينة جميلة قوي وسمينة وفيها دريلات كتيرة، فيها مجاميع رجلين كتيرة، فيها سبرنتات، تمرينة كويسة جدا. أنا زي ما قلت لك كرر التمرينة دي مرة واتنين بحد أقصى 3 لو العدد معاك مش مظبوط. لو حسيت التمرينة راحت منك، لو حسيت إن في حاجة مثلا مش ما استفادوش منها السباحين اللي معاك، بس اكتب لي في الكومنتات وقول لي السباحين اللي معاك فيت كام سنة، بتمرنهم بقالك قد ايه، وصلت معاهم لإيه بالظبط ان شاء الله في البرنامج. ما تستعجلش على السباح طول ما هو لسه يعني انت بتعمل له اعداد. قول لي القياسات بتاعت السباحين اللي معاك في ال50 وال100 وال200 وال400. بس خد بالك من نقطة مهمة جدا، ان اللي انا عايز اقول لك عليه ان انت ما ينفعش تقيس على تكنيك غلط. لو قيست على تكنيك غلط ده هيكعبل لك الدنيا خالص، وهيخلي السباحين اللي معاك يثبتوا على الغلط ده، وده مش افضل حاجة. عشان السباح مستواه يتطور، عشان السباح جسمه يفوق معاك، وعشان الرقم بتاعه كمان يتحسن وينزل، لازم السباح يفهم العومة كويس. وايه اللي هيفهمه العومة؟ هيفهمه العومة هو التكنيك الصح والدريلات. فالدريلات بتخدم طبعا العومة، وده بيساعده ان هو مستواه يتطور. شكرا لكم يا شباب، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، واشوفكم في الحلقة اللي جاية مع التمرين رقم 53. السلام عليكم ورحمة الله.